اي حاجه عايزها تزيد معاك انفق منها. اي حاجه عايز صحتك تزيد اتعب في الجيم. الكلام ده بقوله لنفسي برضو لان انا صحتي مش لاحق اروح الجيم. عايز معلوماتك تزيد، اللي انت بتتعلمه انفق منه. يعني علم ناس. عرفه اللي محتاج المعلومه دي. مشكلتنا ان احنا ممكن نلاقي بوست مفيد جدا وفي حاجه حلوه جدا، بيبقى عايز ياخده لنفسه، ما يعملوش شير عشان ايه؟ هو بس اللي يعرف المعلومه. اول ما تلاقي عندك العقليه دي اعرف ان انت عمرك ما هتكبر. اي حاجه عايزها تزيد، عايز فلوسك تزيد، انفق منها وما تطلعش ال 100 جنيه المقطوعه مما تحبون. هو انا يعني دلوقتي صدق انا خليتني اخد بالي من حاجه. كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله ان هو في ملك كل يوم بينزل فينادي اللهم اعطي كل منفق خلفه واعطي كل ممسك تلفه. فهو في ملك كله بينزل. هو بس انا عجبني جدا، او انا خدت بالي دلوقتي ان هو مش مثلا، يعني الحديث ما حددش فكره مثلا ان هي مثلا في الفلوس، ما حددش ان هي في حاجه معينه. فعلا هي تنطبق فعلا ان هو حقيقي كل انت ما انت هتنفق عايز تزود هتعطى. الانجليزي بتاعك، انفق من وقتك وانفق من الانجليزي اللي انت بتتعلمه على الايه اللي اقل من. لان انت لو بي 1 تقدر تساعد اي 1، او مش هتساعده تخليه بي 1 زيك، بس هتخليه يخلص اي 1 على الاقل. مثلا لازم تنفق من وقتك، ولازم تنفق من فلوسك، ولازم تنفق من صحتك، عشان كل حاجه بتنفق منها ربنا يوفقك فيها ويكرمك فيها